شايفين العظمة، شايفين الجمال، شايفين التحفة الفنية دي. احنا مش بنلعب يا اختي، احنا بنعمل ابداع. ما شاء الله، حاجة تحفة. شنطة العيد من عند شيماء حاجة تانية خالص، بتخلي العيد يروح في حتة تانية خالص. يلا بينا نخش على المفيد. السلام عليكم اصحابي الحلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 من اخر فيديو عملنا مع بعض. عارفة طبعا ان انا متأخرة بالفيديو ده والتحفة الفنية اللي احنا هنعملها دي، بس كله يتعوض في سبيل ان انا عملتها في حتة تانية خالص، يعني عاملاها بكل حب وطالعة لأحلى ناس بحبهم جدا جدا. وبصراحة يعني حتى قلبي فيها بصراحة يا جماعة. جبنا كده معانا الخرز اللولي مقاس 10، ومعايا برضو الخيط النايلون اللي هو مقاس 6 ملي. طبعا انا بحب اخد الخيط يبقى طويل علشان خاطر ما اوصلش خيط يعني كل شوية. تمام، خدت الخيط اهوت في بالمقاس اللي انا عايزاه، وهبدأ اعمل ايه؟ هبدأ احط 4 خرزات، هي تبقى كلها رباعيات. هبدأ احط 4 خرزات. حطيت كده ال4 خرزات اهوت، هخش هسوي الخيط الاول كده في الاول، وهخش في اخر خرزة احنا عملناها، سواء من الطرف اليمين بقى او في الطرف الشمال. بس ايه، هنظبطه كده الخيط علشان خاطر يبقى متساوي معانا. ودخلت اهوت في اخر خرزة انا دخلت فيها، وهعمل العقدة واطلع واخد الخيط التاني كده اهوت يا بنات. عملت خرزة رباعية، غرزة رباعية، بقى معانا على الخيط 4 خرزات عاملين دايرة كده. شوف انا بوريكم هنا اهوت العقدة عاملة ازاي. بشدها وادخلها في قلب الخرزة من جوه علشان خاطر ما يبقاش فاكك معايا. تمام، بقول لكم ايه، الخيط طالع معانا من الخرزة دي. هحط من هنا 2 في الجنب ده، هحط 2. تمام، والجنب التاني هحط 1، في الجنب ده هحط 2 والجنب التاني هحط ايه، 1. تمام، يبقى كده احنا حطينا 3 خرزات، 2 من هنا وواحدة من الجنب التاني، ومعانا واحدة على الخيط، يبقى كده 4 خرزات. تمام، هخش في الخرزة اللي انا شاورت لكم عليها دي، هخش فيها ارجع فيها بالخيط تاني واعمل العقدة زي ما انتوا شايفين اهوت. وهاخد الخيط اللي من الناحية التانية اللي فيه الخرزة الواحدة، وهبدأ اعمل خرزة كمان او غرزة كمان رباعية، واشد الخيط واشد الغرزة في قلب الخرزة علشان الخيط ما يفكش معايا. كده انا عملت غرزتين رباعيتين، ادي 1 2. هبدأ ان انا اعمل غرزة كمان رباعية، همشي بيها السطر بحاله غرزة رباعية. تمام، هحط من هنا 2 ومن الجنب التاني خرزة واعمل العقدة واربط، وهفضل ماشية كده لحد اما اعمل كده 10 غرز رباعية. كل غرزة احط من الجنب ده، من الجنب اليمين 2 ومن الجنب الشمال 1، واعمل واخش في اخر خرزة من الجنب اليمين، واخد الخيط من الجنب الشمال واعمل العقدة وادخل العقدة في قلب الخرزة واربط. كده احنا عملنا 3 اهوت. هعمل ال10 بتوعي اللي انا عايزاهم وارجع لكم تاني. كملتها بقى هنا، كملت السطر بتاعي زي ما انتوا شايفين، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، وهنعمل الغرزة الأخيرة. طبعا انتوا ملاحظين انا قلت لكم ان هي تبقى 10 صفوف، 10 يعني ايه مربعات. انا ليه عملتها هنا 12؟ هتشوفوا دلوقتي ان انا هقلب الشغل الاول. حطيت وعايزه اقلب الشغل بتاعي علشان اطلع للسطر التاني، فقمت رايحه حاطه في الخيط اللي من تحت 3 خرزات وشده الخيط اللي من فوق. كده الخيط بعد ما كان طالع معانا من فوق كده، يعني كل مره يطلع معانا من الخرزه اللي انا بشاور لكم عليها دي، الخيط اتقلب وجه من على جنب علشان خاطر نبدأ نعمل الصف الجديد.
طب ليه انا عملتها هنا 12؟ انا كنت في الاول حابة ان انا هعملها 12، بس لما بدأ يبان شكلها معايا كده لقيت ان هي هتبقى كبيرة قوي، وهي هتبقى يعني الطفلة، فانا حبيت ان انا يعني اظبط الدنيا كده وخليتها 10 علشان خاطر تبقى مظبوطة معايا وتبقى شكلها انيق. يعني هي مش هتبقى لحد كبير، هتبقى لطفل، فتبقى انيقة وكيوتة كده معاها خالص. تمام. انا هنا لما قلبت الشغل بتاعي حطيت 2 في الجنب اليمين وواحدة في الجنب الشمال، وده كان غلط. هو احنا بنحط وادي 1 2 في ال3 في الجنب اللي هو بيبقى طالع من فوق الخرزة ده يا بنات. في خيط بيبقى طالع معانا من الجنب من الطرف، وخيط بيبقى طالع معانا من الخرزة من يم جوه. فالخيط اللي بيبقى طالع معانا من الطرف ده بنحط فيه 3 خرزات زي ما الصورة كانت موضحة وزي ما الفيديو شغال كده بالظبط يا بنات. تمام. انا حطيت كده، انا مرضتش اشيل الحتة دي في المونتاج علشان خاطر كنت بتلخبط فيها كده كذا مرة، وفي البداية كنت بتلخبط فيها، فحبيت ان انا اعرفها لكم. طبعا انا بشاور لكم على الخيط اللي هو طالع من تحت ده، هيخش في الخرزة اللي جنب منها دي يا بنات. يعني الخيط طالع من الخرزة اللي هي واقفة. تمام. طالع خرزة خيط من فوق وخيط من تحت. الخيط اللي من فوق هنخش فيه بخرزتين، والخيط اللي من تحت هنخش في الخرزة اللي نايمة في السطر اللي قبل كده، وهشد وهعمل العقدة وهشد كده. عملت معانا رباعيتين من الخرز، غرزتين رباع. الخيط اللي هو طالع من تحت هخش بيه في الخرزة النايمة اللي في السطر اللي قبل كده. يبقى الخيط اللي طالع من تحت اهو هخش بيه في الخرزة النايمة اللي في السطر اللي احنا عملناه مسبقا. تمام. عملنا كده اهوت، دخلنا بالخيط بقى معايا كده خرزتين على الخيط، هخش بخرزتين كمان من الطرف من الخيط اللي فوق، وادخل في اخر خرزة واشد الخيط اللي نايم، وافضل اعمل كده واكرر كده لحد ما اوصل لنهاية الصف. تمام. واعمل نفس اللي انا عملته في اول السطر. هقوم رايحة حاطة 3 خرزات في الجنب اللي طالع من تحت، واقلب الشغل لفوق واخلص وارجع. تعالوا شوفوا كده يا بنات انا ازاي قلبت الشغل. عدوا معايا كده. لو تلاحظوا ان من هنا 10، اللي من هنا 10، واللي من الطول يا بنات 12 او 11. فانا هعمل انا هقسم الشنطة كده ل7 و4 قاعدة و7 الناحية التانية. طبعا انا كملتهم من السطر طول ما انا ماشية كده، كملتهم 10 لحد اما وصلت لل10 وقفلتهم، وقمت رايحة قلب الشغل مدخلة بقى الخيط في الجنب التاني علشان خاطر اخلي يبقى من هنا 10 ومن هنا 12. تمام. يعني كملت على ال12 كمان علشان خاطر يبقوا معايا 18. تمام. وال10 سبتهم زي ما هم. تمام. يا رب يكون الفكرة بس واضحة، علشان خاطر عايزة اعرفكم بس ازاي انا قلبت الشغل. بدل ما كان معايا ال12 هي اللي هتبقى عرض الشنطة، خليتها هي طول الشنطة. تمام. وكملت 10 صفوف وعملتهم دول يبقوا عرض الشنطة. تمام. وبدأت كده ان انا اعمل علشان هقسمها ل7 و7 و4، هيبقى معانا 18 سطر يا بنات بالطول و10 سطر بالعرض. تمام. هخلص بقى الشنطة بحالها كده واعمل ال18 سطر اللي بالطول زي ما انا ماشية. طبعا حبايب قلب اخواتي بيساعدوني ما شاء الله، بيحبوا جدا اول ما اقول لهم انا هشتغل بالخرز يقولوا لي ايوه. كل واحد بقى يمسك خيط، واللي يقول انا هدخل من هنا خرزة، واللي يقول ما انا ادخل كام خرزة. طبعا انا ما بحبش ازعلهم، وبيعملوا معايا وما شاء الله يعني بيفرحوا جدا اصلا بالحاجات الجميلة والتحفة دي. يعني مش عيب ان احنا نشارك اطفالنا. هما كده ما شاء الله احنا بنقوي يعني الانامل برضو بتاعت الاصابع عندهم، وبيعملوا احلى حاجة معايا. وما شاء الله يعني بتبقى استمتاع ليهم وليا كمان والله. طبعا انا حبيت اوريكم لقطة من اللي هما كانوا بيعملوا معايا كده،
يعني ايه، يعني ان احنا نشارك كلنا مع بعض كده، وحاجة تحفة بإذن الله. هخلص بقى كله وارجع لكم تاني يا بنات. طبعا بس كان في نقطة عايزة ابينها لكم، ان هو ايه لما نيجي نقلب الشغل هنقلبه ازاي. تمام. طبعا هو الخيط طالع معانا من الخرزة اللي فوق دي، وكان طالع من تحت، انا دخلته في الخرزة اللي جنب منها اللي من تحت بالظبط. هعمل ايه زي ما كنا ماشيين في اول السطر، هحط هنا الثلاث خرزات بتوعي. تمام. ادي الخرزتين بتوعي، علشان انا معايا على السطر خرزتين، على الصف خرزتين، واخش في اخر خرزة. تمام. وهقوم ريحة عاملة العقدة، وكده الخيط اتقلب معايا لفوق. هكمل بقى السطور كلها كده، وكل ما اوصل عند طرف هقوم راح مدخلة الخرزتين في الطرف اللي من تحت، واقلب الشغل معايا لحد ما اخلص خالص ال18 سطر اللي احنا قلنا عليهم، وارجع لكم. بص كده يا بنات، انا هنا خلصت الشنطة بتاعتي 18 صف بالظبط، 18 سطر رباعي بالظبط يا بنات. كده انا هقسم من هنا 7 زي ما كنت قلت لكم، هعد 7 واقسم من عندها، واعد 4 وارفع الشغل التاني. طيب انا كده بقى هقفل ازاي؟ تعالوا بقى ما اقول لكم هنقفل ازاي. هنجيب الخيط العزيز بتاعنا طبعا، هخش في الخرزتين اللي انا شاورت لكم عليهم دول. الخرزتين، ادي الخرزة اللي بالطول، وخرزة من الاربعة وخرزة من الاربعة اللي تحت. احنا معانا 7 من هنا كده بالطول، و4 بالعرض من تحت، و7 من الناحية التانية بالطول. فانا دخلت في واحدة من ال7 وواحدة من ال4، كده بقى معايا 2. تمام. هخش في الاتنين منين بالظبط، منين خيط بالظبط، هخش بواحدة من هنا كده من الخيط ده، من الطرف اللي هو الايه اليمين ده، هخش بواحدة، وادي كمان واحدة. تمام. وهعمل العقدة وهشد الطرف التاني كده. شوفوا زي ما انتوا شايفين الشغل بيقفل معايا كده. تمام. الخيط قصدي اللي هو طالع من تحت من الخرزة دي، هيخش في الخرزة النايمة من اللي هي تاني واحدة في الاربعة. تاني واحدة في الاربعة يا بنات هيخش الخيط منها اهوت. دخل كده الخيط اهوت. هامسك الخيط اللي من فوق اللي طالع في الخرزة اللي من فوق، وهخش ب2 برضو. ادي 1 وادي التانية. هخش في اخر خرزة، اعمل العقدة، اشد الخيط كده. عملت ادي رباعية كمان في السطر. تمام. ادي 1 2. الخيط اللي طالع من تحت هيخش في الخرزة اللي شاورت لكم عليها دي، اللي هي تالت واحدة في الاربعة. تمام. والخيط اللي طالع من فوق هخش فيه ب2. ادي 1 وادي التانية يا بنات. تمام. هخش في الخرزة التانية فيه، واقوم ريحة عاملة العقدة وشد كده. بقى معايا خرزة على الخيط، خرزة واحدة. هخش، عملنا 3 اهوت. تمام. كده بقى معايا خرزة واحدة على الخيط. هخش في الخرزة اللي اخر واحدة في الاربعة، واول واحدة في السبعة بتاعة السطر التاني، بتاعة الطول التاني اهوت. ايوه اللي انا بشاور لكم عليه ده يا بنات. الفيديو والله جميل يعني وموضح كل حاجة. كده انا معايا 3 خرزات على الخيط. هخش في الخيط ده بخرزة، وطبعا هخش فيها تاني واعمل العقدة واشد. اللي عملته في السطر اللي تحت هو اللي هعمله في السطر الجاي كمان. كده بقى معانا 4 خرزات. تمام. هخش في الخيط طالع معايا طبعا 1 من هنا و1 من هنا، اللي طالع من الخرزة من يم الطرف من يم تاني خرزة من ال7 هخش فيها، تاني خرزة من ال7 هخش فيها. تمام. كده بقى معايا ادي خرزة من ال7 وخرزة من الاربعة. هقوم ريحة داخلة بخرزتين من الخيط اللي يم الطرف اللي هو في خرزة ال7،
واقوم رايحة داخلة فيها تاني واعمل العقد، نفس اللي عملته في السطر اللي تحت هو نفسه هو اللي هعمله في السطر ده يا بنات. الخيط اللي من تحت هيخش في الخرزة النايمة اللي من الأربعة اللي تحت، والخيط اللي من فوق هخش فيه بخرزتين 2 يا بنات. ادي واحد وادي التانية، وهخش فيها تاني وهعمل العقد. تمام، لحد ما اوصل عند السبعة التانيين. هما طبعا ما بقوش 7 عشان احنا اشتغلنا على خرزة فيهم. هخش في تاني خرزة بقى من السبعة، تاني خرزة من السبعة الناحية التانية هخش فيها معاها، وهيبقى معانا على الخيط 3 خرزات يا بنات، او زي ما انا بقولكم الخيط ده هيخش في ادي 1 2، وهحط واحدة خرزاية واحدة، وهيبقى معانا رباعي، وهفضل مكملة كده لحد ما اقفل السبعة اللي من هنا والسبعة اللي من هنا، واعمل الجنب التاني وارجع لكم نشوف هنعمل ايه تاني. كده اتظبطت خالص اهي، وما شاء الله بان التكفيل، والتكفيل حاجة تحفة. هرجع لكم بعد ما نخلص. بصوا يا بنات، انا كده خلصت الشنطة. طبعا عملت لها بطانة من جوه عادي، ممكن يعني بطانة سهلة يعني مش محتاجة اي حاجة. وعملت لها طبعا الزرار ده. حطيت في الخيط خرزة كبيرة من النص، و3 من جنب وواحدة من جنب، وثبتهم. طبعا انا كنت عايزة اوريكم انا ازاي عملت الجنب ده. وهو طبعا انقص خالص في مش عارفة ما صورتوش او كنت حاطه والتليفون مش بيصور، مش عارفة، بس هبينه لكم دلوقتي هعمله ازاي. طبعا البطانة انا خيطت حتة قماشة كأنها شنطة على المكنة او على ايدي، مفيش اي مشكلة. طبعا القماشة اللي انا جايباها قماشة ستان، وخيطت فيها السدسة، وطبعا حطيتها بقى في قلب الشنطة. ثبتها بقى، ممكن انت تثبتها بشمع، انا ثبتها بالخياطة. بقيت اخش في الخرزة في قلب الخرزة واطلع في القماشة، واحط في الخرزة واطلع في القماشة. طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين اللي انا بعتلكم ده كله رباعيات، بس من هنا تيجي تعدي ان هتلاقيها 3. ازاي انا قفلتها من فوق كده؟ تعالوا بينا هوريكم انا ازاي قفلتها من فوق كده. شوفوا اللي هو انا قوستها كده، وقمت ريحة عاملة خرزة، يعني مقللة خرزة. انا هوريها لكم كده على الطبيعة وشوفوها معايا. جبت الشنطة كده. تمام، هو انا عندي طبعا من تحت 4 غرز رباعية. جبت الاتنين اللي جنب بعض في النص يا بنات، يعني سبت اللي من الطرف ده وسبت من اللي من الطرف ده، وجبت الاتنين اللي جنب بعض من النص. تمام، وقمت رايحة جايبة خرزة واحدة. تمام، وداخلة بيها في اي جنب فيهم، وعملت عقدة وشديت من الناحية التانية. بقت كده عاملة زي ثلاثية هرم كده اهو، زي ما انتوا شايفينها ثلاثية هي يا بنات. طبعا الغرزتين بينزلوا لتحت، والخرزة اللي احنا الخرزتين بينزلوا لتحت، والخرزة اللي احنا عاملينها هي اللي بتطلع زي الجنب ده يا بنات. هوريهولكم اهو، شوف زي الجنب ده بالظبط. ادي 1 2، والخرزة دي هي اللي فوق اهي، عاملة زي الهرم كده وطالعة. تمام، شديت اهو. هعمل ايه بقى؟ هنزل من الخيط في الخرزة دي، وزيه بالظبط هنزل في الخرزة دي برضو، وهحط خرزة واحدة في اي خيط فيهم، واعمل العقدة. وهي دي بس الخرزتين اللي احنا عايزينهم، بس هنعمل غرزتين بس في من اللي انا قلت لكم عليه ده. وكده هي واضحة وما شاء الله، يعني تكون وضحت معاكم الفكرة يا بنات. تمام، طبعا كملتها بقى وعملت ايد رباعية زي السطر الرباعي اللي احنا بنعمله عادي، ما فيهاش اي افتكاسات. وركبتها طبعا فيها، وعملت الزرار اللي قلت لكم عليه ده. ممكن ان انا اجيب خرزة اكبر من كده في المقاس واركبها من غير ما احط اي الخرز الصغير ده. تمام، طبعا الغطا بتاع الشنطة عملته
8 مربعات، 3 سطور مربعات من فوق، وبعد كده 7، بعد كده 6، بعد كده 5، بعد كده كنت بنقص كل مرة سطر، تمام. وكده الشنطة الحبيبة العزيزة بتاعتنا، ويا رب تكونوا استفدتوا وطلعتوا لو بمعلومة بسيطة جدا من الفيديو ده. وكمان ركبت لها السلسلة. انا بصراحة عجبني ايوه الزرار ده عجبني، علشان انا عاملاه يعني كنت محتارة اعمله ازاي، بس عملته. والسلسلة المذهبة دي انا جبتها وركبتها لها، ما حبيتش ان انا اعملها بالخيط، اثبتها بالخيط، لا انا ثبتها كده في الخرز، عشان لو حابة ان هي مثلا تجلعها في اي وقت او كده وتشيلها بالايد دي مفيش اي مشكلة، تمام. وظبطتها بقى قلبها من جوه، والقلب جميل وبتاخد كتير وما شاء الله حاجة تحفة يا جماعة. احنا شعرنا، يعني شعرنا ايه هنا اقول ايه، شعرنا الحلاوة والجمال والتحفة الفنية وكل حاجة حلوة. هسيبكم كده مع التحفة الفنية بتاعتنا، واقول لكم لو وصلت لحد هنا في الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك علشان خاطر يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.